امتى اقول I study وامتى اقول I'm studying؟ احنا اتكلمنا عن المضارع البسيط وعرفنا بنستخدمه امتى وليه، لكن بالنسبة للمضارع المستمر اقول I study دي معناها عادة او حاجة ثابتة في حياتي، يعني انا بدرس في العموم محددتش وقت. لكن لما اقولك I'm studying هيبقى معناها حاجة من الاتنين، يا اما انا بذاكر في الوقت الحالي، زي مثلا لما الموبايل يرن وانت قاعد بتذاكر فتقول I can't answer the phone right now I'm studying. او في الحالة التانية بتيجي بمعنى ان انا بذاكر في الفترة دي في مدة معينة، يعني مثلا انت عندك امتحان بعد كام يوم فبتقول I'm studying for my upcoming exam. انت كده معناها ان انت مش بتذاكر في الوقت الحالي او مش شرط في 24 ساعة، انت بتذاكر في الفترة دي. وطبعا ما ننساش ان المضارع المستمر بيتكون من am و is و are plus الفيرب مضاف له ing. فلما اجي اسأل سؤال باستخدام المضارع المستمر بنعكس الفاعل مع الفعل المساعد، يعني بدل ما نقول you are studying بنقول are you studying. ايه تكوين السؤال اللي بناخدها من grade 1 يعني. قولولي عاوزين ايه التنس الجاية؟